السلام غزالات، كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. بغيت نشارك معكم هاد عوش البلبل او الكنافه اللي كتكون جاهزه عند العطار، كيتباع فيها هاد لابواط، كتكون فيها 24 حبه. او الا بغيتو تصوبوها في الدار كتاخذوا كنافه عاديه، كتخلطوها مع شويه ديال الزبده وكديروها في هذوك ليمون اللي هكا دايرين، وكتعطيكم هاد النتيجه. انا هنا كنا زربانين، قلت ناخذهم واجدين من الاحسن. كي شفتوا كنشد الموتزاريلا، كنحك، راه وليتكم لا مارك ديال الموتزاريلا، وكنحك حتى الفرماج احمر حتى هو. كنسبق الموتزاريلا هي الاولى، وكنزوق غير شويه الفرماج احمر من الفوق صافي. وكندخلهم تقريبا واحد من با واحد 10 دقائق الفران، غير كيف اون فوا الفرماج صافي. ها نتوما انا نحل لكم من الداخل وتشوفوا. شوفوا هنايا حيت ما كنت كنصور داكشي، شوفوا كتجي من الداخل معلكه بالفرماج، كتجي زوينه زوينه بزاف. كناخذ العسل، اي عسل عندكم صافي، وكنبقى نسقيها بحال هكا. انا ما بغيتش ندير الماء الماء اللي ما عندوش العسل يقدر يدير السيرو ديال الماء والسكر حتى هو يديرو به، ولكن من الاحسن العسل كتجي زوينه زوينه بزاف. هانتوما شوفوا معايا صافي. وكناخذ الفرomboise كنزوق به، اللي عنده فرomboise يديرو، سينو تقدروا تهرمشوا شويه ديال اللوز ولا ديال كاجو ولا شويه ديال البيستاش، هو تقدروا تزوقوا به. فريمون كيجيو زوينين. هذه فكره كديروها، يا اما هذه درتهم الناس من ورا الفطور كنجمعوا هكا كناكلوهم، مخلط فيها لوغو ما بين مالحه وحلوه. وتقدروا هذيك فكره زوينه الا كنتم معروضين نهار العيد ديوها معكم عند الناس زوينه، ديو بلاطو هكا تاخذوا فيهم هذيك 24 حبه وتعمروهم وديوهم. يعني ماشي بالضروره تعمروهم كلهم في خوماج، تقدروا تقلبوا ديروا 6 فرomاج، 6 تخلطوا ما بين الكركاع واللوز وداك الشيء الفروي سيك صافي. وهذه هي الطريقه ديال التقديم ديالهم. كنحاول فوق هاد الفرomبوزات اللي خرجت من الكونجيلاتور كندير عاود فوق منهم شويه العسل. هانتوما شوفوا معايا، هذا راه عسل، يعني عسل ديال حر بريسك صافي. وكتقدم على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه السهله وميم با واحد 10 دقائق باش كتوجد. كيف قلت لكم اللي هنايا عديتها من الداخل، شوفوا كيفاش كتجي زوينه ومهرمشه ومقرمشه. وبالصحه والراحه. الى عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من لي لايك ولي جيم.